مكان نضيف جدا، مكان رائع. وده المتحف يوناني. شارع مهم جدا. مساء الخير عليكم. النهارده طلعه مميزه جدا، طلعوا بالسكوتر الكهربائي. بصوا بقى الدنيا زحمه شويه، احنا طالعين في وقت الظهر. وبقى السكوتر الكهربائي ده ايه في الزحمه هيعمل معانا ايه؟ حبيبي يا اسطى، حبيبي الناس مستغربه كلها. بص انا دلوقتي يا دوب بلمس كهرباء وجايب معايا سرعه 30. السكوتر ده هنشوفه هيجيب معانا سرعه كام. هنطلع على طريق سريع ونشوفوا الماكس سبيد بتاعه كام. هتستمتعوا كتير من الفيديو دوت، اوعدكم يعني. السكوتر ده بينفع في الزحمه والحوارات. يعني في وقت الزحمه تقدر تسلك بين العربيات، وسهل كمان اللي انت تطبقه وتحطه في العربيه معاك. يعني انت لو رايح سفريه ولا حاجه سهل اللي انت تطبقه. السكوتر ده بطاريه ليثيوم. يعني نصيحه مني يعني ابعدوا عن البطاريات الليد اسيد. الزحمه انت ماشي كينج، يعني مفيش ولا لدارات ولا اي حد بيوقفك، مفيش اي حد بيقول لك انت بتعمل ايه، ولا مرور ولا اي حاجه. يعني ده مناسب لناس كبيره ومناسب لحد صغير، بس الصغير ما انصحش يعني السن الصغير قوي، عشان ده يعتبر موتوسيكل مش سكوتر، لان ده سريع بيقفل معاك السرعه 50 في كلمه. خش دلوقتي انا عدي قدام الضابط او امين الشرطه، هشوف هيوقفني ولا ايه. بص ولا هيقول لك حاجه ولا اصلا بصلي. هو جايب معايا بص سرعه 35 ولسه كده 40. مش عارف بقى الكاميرا زاويه التصوير احسن حاجه. انا اول مره اصور على سكوترات وكنا عاملين ريفيو جامد عليهم. اتمنى ان انتوا تشوفوا الريفيو وترجعوا تشوفوه. هسيبه لكم هيظهر قدامكم دلوقتي. الاشاره خضرا دلوقتي. هنروحوا على مكان شيق جدا وهتستمتعوا مني كتير. ده عايز يكسر الاشاره. الجو النهارده حد حلو. الفيديو اللي فات كان الجو تلج. هسيبه لكم برده تشوفوه. كان حصل مفاجاه كبيره قوي في الفيديو. يلا بينا، يلا. الاشاره مقفوله بس عادي، انت محدش لو كسرت الاشاره محدش هيقول لك انت بتعمل ايه اصلا. ممكن تسوق السكوتر ده على الواقف. زي ما انتم شايفين انا سايقه على الواقف او على القاعد، يعني دي احسن حاجه فيه. اطلعوا زي ما قلت لكم على مكان مميز جدا، هتستمتعوا منه كتير. شوفوا الفيديو للنهايه. انا عارف الفيديوهات دي بتبقى ممتعه. ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في القناه. الشمس بقالها اكتر من 4 ايام ما بتطلعش، بس الجو اتحسن. كان في سقعه كبيره بس دلوقتي الجو احسن كتير. هنشوفوا هل السكوترات دي عمليه ولا مش عمليه. انا شايف من وجهه نظري ان هي عمليه، لان ممكن في الشحنه تمشيك اكتر من 50 كيلو. فيها نظام مساعدين، فيها 6 أو 7 مساعدين، مريحه جدا في المطبات. كسرعه بيجيب ماكس سبيد معاك 50، او لو حد خفيف شويه ممكن يجيب معاك 60 مستريح. الجو النهارده عالمي، ولا منه ساقعه ولا منه حر. الاجواء الاوروبيه، وده احسن جو ممكن تطلع فيه وتستمتع بيه. في اسكندريه دلوقتي ده احسن وقت ليها. بقى نحاولوا. اشاره واقفه. الشارع اللي احنا داخلين عليه ده شارع البطالسه. عايزين برضو مكان نضيف جدا، مكان رائع. وده المتحف يوناني.
شوفوا برضه احسن حاجه في السكوترات دي اللي انت بتمشي باقل تكلفه. يعني مثلا في الشحنه الواحده ممكن تشحن السكوتر ب2 ولا ب3 جنيه، يعني بتشحنه بمبالغ لا تذكر. زي ما انتم شايفين ممكن تسوق على الواقف او على القاعد، مفيش اي مشاكل في الموضوع دوت. يعني بتشحنه ب2 جنيه ب3 جنيه، بيقعدوا الشحنه بتقعد معاك وقت كبير جدا. يعني ممكن في الشحنه الواحده تقعد معاك 50 و60 كيلو على حسب الوزن. نقوله مثلا 40 كيلو، ده مش وحش بالنسبه لسكوتر كهرباء. واهم حاجه لما تيجي تشتري ببطاريه الليثيوم. ابعد عن الليد اسيد دي تماما. الليد اسيد كلها مشاكل، كلها حوارات، وبتبوظ كل شويه، وكل شويه تقع منك بطاريه وتجيب لها بطاريه. يعني هو بيتقسموا ل6 بطاريات مثلا، والبطاريه تقع منك تشتري واحده واحده تجيب واحده وكده. هنخش يمين، الحته دي جميله، هنوريكم برضو الشوارع في اسكندريه حلوه ازاي. الحته دي لسه مجددينها، الحته دي على الرايق قوي بصراحه، انا بحبها. زي ما انتم شايفين قطارات الكهرباء دي اهم حاجه ان هي ووتر بروف، ان هي ضد الميه. الحته دي هناخد لنا فيها لفه كده زي ما انتوا المكان ده عشان لسه مجددينه، والمكان ده جميل. انتوا شايفين مكان نضيف جدا، مكان رائع. وده المتحف يوناني على الرايق. ربنا يفرح الناس كلها، الله يكون في عون الشباب اللي بيتجوز في الزمن ده. بطل بصراحة، مصاريف وتكاليف وشقة وعفش ومهر ومش عارف ايه وحوارات. يعني عاوز لك 1,000,000 جنيه عشان تتجوز. ربنا يعين الشباب. الشاب المصري مجتهد. يعني داخلين دلوقتي على محطة الرمل، ونقعدوا برضو عشان تشوفوا المنظر واحنا قاعدين واحنا واقفين. الشمس النهارده قوية وجميلة بصراحة، بس هتزاولنا في التصوير شوية. استحملوا الحتة دي والدنيا هتتظبط. عايزين برضو تشوفوا الفيديو اللي فات، الفيديو بتاع الايفنت. كان فيديو عظمة، حصل فيه عظمة بمعنى الكلمة. كان فيه عظمة حصلت. خشوا بقى شمال فرجكوا على الدنيا ماشية ازاي. بصوا بقى هنا القلعة هناك في الوش. قطارات بقى الكهرباء دي ممكن تمشي بيها عكس، محدش بقى يوقفك يقول لك انت رايح فين ولا مش جاي منين، ولا الظباط ولا اي حاجه توقفك، ولا اي حد. ده بيتساق من غير ترخيص ولا خاضع للترخيص. السكوتر اللي انا سايقه ده 2000 واط، سرعته عاليه، يعني محدش هيقول لك انت عامل ايه. هنا في مودات اللي انت تقدر تغير المود، بس برضه تخلي بالك وانت ماشي عكس، عشان ده برضه ايه، الناس مش متوقعه اللي انت جاي، عشان ما يحصلكش مشكله. نخشوا من الشارع اللي جاي او من الشارع ده تقريبا. عارف بقى هنخش منين. بقى شمال. عارف بقى احنا دخلنا الشارع ده غلط. المفروض كده. قبلنا في حواري محطة الرمل، لبن رقم 1. حواري بقى والشوارع دي على الرايق. اهم حاجة يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو. احنا في شارع شكور، شارع الموبايلات.
الشارع ده مشهور بالموبايلات وكل حاجة فيه متعلقة بالموبايلات، سكرينات، كل حاجة. ناس هتتجنن من موضوع الاسكوترات الكهربائية دي، فحوار. وبرضه عشان عايز اعمل حاجات. الناس كلها مستغربة بتبص وبتشوف ده. احسن حاجة الناس بتستعجب من الاسكوترات دي، ده كله بقى بيسألك انت ايه والحكاية. قدامي ده بقى ايه، نايم خالص، نايم ننا، لسه نايم، مش صاحي. ثانية يا استاذ عدينا طيب وانت على مهلك بقى، يا تخش بسرعة. يا باشا استنى بقى، انت منيمنا خالص. الراجل ماشي نايم ننا على الاخر، يعني وعبال ما يمشي بيكون نايمنا. بالك يا حاجة، خلي بالك يا طنط، ده السواق انتوا فاهمين. داخل شمال، يلا خش. انت داخل شمال ولا يمين؟ الناس مستعجبة. الاسكوترات لسه الثقافة دي ما انتشرتش في مصر. ضغط الاسكوترات الكهربائية برضو ده طالع من غير ما يشوف ولا أي حاجة ولا في الدماغ أصلا. أتمنى اللي يكون الفيديو عجبكم متنسوش الاشتراك في القناة، شوفوا مننا كل مميز. وعايزكم برضو تقلبوا في فيديوهاتنا السابقة، في فيديو مميز جدا نزلناه على القناة، وفي برضو كان ريفيو كامل على الاسكوترات الكهربائية. كان في فيديو برضو كان في دراجة جات لنا من أمريكا مميزة جدا، حتة من نوادر، هسيب لكم برضو الفيديو بتاعها. تمام، هنقفل الفيديو هنا. على الشمال ده مسجد قائد إبراهيم محطة الرمل. كان معكم مينا ماهر من محل ويل بايك، وأتمنى لكم كل الخير والسعادة. سلام. توب ريكوردينج.